السلام عليكم على أجمل وأغلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وستر وراحة بال، اللهم آمين. فيديو النهاردة حلو قوي. طبعا بقى مفيش بيت ما بيحبش القرص الطرية في الفطار أو في العشاء، تبقى عندك كده في التلاجة في الفريزر في أي وقت تحتاجيها تطلعي. هنعملها النهاردة بأبسط الطرق وبأجمل الطرق، وحاجة كده ما شاء الله أطعم حاجة تاكليه، سادة بقى وبعجوة. إن شاء الله الوصفة تعجبكم، تابعوا الفيديو للأخير وما تنسوش تحطوا اللايك بالله عليكم. حطوا لي لايك وكلمة حلوة كده من ايديكم، لو حرف واحد في التعليقات اكتبوا لي في التعليقات لو حرف واحد، علشان القناة تشد شوية معايا. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معايا كمية من الدقيق، بس أنا إن شاء الله هكتب لك مقدار كيلو الدقيق الواحد. تمام. كيلو من الدقيق هنحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، ولازم يكون الدقيق بتاعك منخول. عندك محسن خبز بيجي من عند العطار، تمام. مش عندك هنستغنى عن محسن الخبز بمعلقة خل، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهروح بقى اشوف اللبن الرايب ده، اللبن الرايب بتاعي ده قاطع، لبن بايظ يعني. حطيته على جنب كده، ومعايا ميه دافيه، يعني انا بيبقى مسخنه ميه في الغلايه وبخليها دافيه. وحطيت لكل كيلو من الدقيق بحط له 3 معالق كبار من السكر، سكر عادي خالص حبيبات، ومعلقه ونص من الخميره. لو في الصيف بنحط معلقه خميره واحده فوريه، لو في الشتاء بنحط معلقه ونص عشان الجو بيبقى برد شويه. وخدتهم في بوله كده جنبي وحطيتهم على جنب. ميه مغليه بقى، وقمت جايه منزلاها على اللبن، لان طبعا اللبن طالع من التلاجة، ده لبن قاطع محتت. بضربه ضربه في الخلاط كده علشان ما يبقاش قطع ومكتل. اضربيه نعميه في الخلاط او في الكبه، وحطي عليه شويه ميه مغليه، بحيث ان هو يبقى كله موين بعضه، ما يبقاش اللبن ساقع قوي يقوم يقفش معاكي السمنه. تبص تلاقي السمنه قفشت معاكي. اللبن طبعا سخن اهو، وهنزل عليه بكوباية ونص سمنة على زيت، او كوباية ونص زبدة على زيت اللي عندك. تمام، يبقى زبدة على زيت او سمنة على زيت. انا عاملة العلبة دي عندي زبدة اللي هي الفرن او الكريستال، على سمنة على زيت، ومسيحاهم على بعض كده وبخليهم عندي في العلبة بشتغل بيهم. دفتهم وخدت منهم كوباية ونص سمنة على زيت، وحطيتها على اللبن كله، يعني ايه، يعتبر دافي ما بين الدافي والسخن كده، تمام، يعني مش مغلي، ما بين الدافي والسخن. ونزلتهم على الدقيق. طبعا ما حطيتش خميره عشان ما تقوليش ده سخن والخميره هتنقتل، لا، الخميره طبعا لو حطيتي عليها اي مواد سخنه، سواء سمنه سواء ميه او لبن ميه مغليه، طبعا الخميره بتاعتك بتموت وما بتنفعش خالص. نزلت بقى كله على بعض اهو، السمنه والزيت، ولا بسيت ولا عملت حاجه، السمنه والزيت والخميره وشويه الميه، وابتدي ان انا اعجن بقى. ومعايا جنب مني بقى، يا اما معاكي بقى شويه لبن دافيين تكملي عجن، يا اما شويه ميه دافيين. فانت احسن حاجه ما تحطيش تعجنيش بلبن صافي، لازم برضو يكون في العجن بتاعك شويه من الميه الدافيه. وتبتدي تعجني بقى، ما تخافيش لو ايديكي اتملت دقيق زي كده او عجنت زي ايديا كده. هي بتسلك، كل ما بتعجني كل ما ايديكي بتسلك معاكي الميه، واخد شويه ميه بشويه ميه لغايه ما تسلك خالص معاكي. طب لو ما سلكتش وانا زهقانه منها، هتحطي بقى رشه دقيق وتفركي ايديكي ونزلي الدقيق خالص اللي في ايديكي زي ما انا عملت كده اهو. بصي، رشه من الدقيق وفركي اهو، وابتدي ان انت تعجني. طب العجينه سايحه معاكي، زودي لها بقى معلقتين بمعلقتين كده دقيق يابسه، هتحط لها شويه ميه شقشاق بشقشاق، وتبتدي تعجني بقى. طبعا الرخامة عالية عليا فهي بتتعب شوية، فانت كل ما تعجني على حاجة قصيرة بتبقى احسن، بيبقى كل جهدك وحملك كده بيقوم جاي نازل على العجين. طب لو عندك عجان، ربنا يملى بيتك وبيتي خير وبركة، اعجني في العجان. دول كانوا ما شاء الله 2 كيلو ونص تقريبا من الدقيق، عملوا لي كمية حلوة قوي. بس انت لو عايزة تعملي كيلو نص كيلو، هكتبلك في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام ان شاء الله المكونات بالظبط. فين يا نجلاء؟ ما صندوق الوصف جنب عنوان الفيديو هتلاقي سهم صغير مكتوب عليه عرض المزيد، اضغطي عليه يدخلك على صندوق الوصف. خلاص بقى، سبتها بقى كده خمرت وارتاحت وسبتها براحتها، ولا سخنت فرن وحطيتها جواه، ولا عملت لها حمام ميه دافيه، لان انا ما كنتش مستعجله. المهم ان انا حطيتها في قلب الدفايه كده، دفايات من بتاعه السرير، وغطيتها حلوه قوي وسبتها خمرت براحتها. ودي العجوه بتاعتي، بجيب العجوه كده من عند العطار، بتبقى لو ناشفه شويه بتحط لها معلقتين كده، معلقه ميه ومعلقه سمنه، وتقومي جايه دعكهم كلهم مع بعضهم، والميه تكون سخنه علشان تفك كده كلها مع بعضها.
بعد ما عجنت العجوة وهروح بقى ان انا ايه اقطع او اقسط القرص بتاعتي، اقرصها يعني. باخد قطعة كده واعملها على هيئة رول، وبقبض بقى بصابعيني الاتنين زي ما حضرتك شايفة كده. مفيش اسهل من كده. طب اوزن، هتوزنيها اعمليها 50 جرام لو عايزة توزني. انما انا طبعا كمني بعمل على طول، فيعني على قد ما اقدر كده، ايديا بقت واخدة على حجم العجينة، زي ما بيقولوا ايدينا بقت ميزان. بتبقى عارفة تمسكيها كده، بتبقى عارفة ايه وزنها على قد ما بنقدر. طبعا ما بتطلعش مظبوطة قوي، بس مثلا ايه، ناقصة 5 جرام زايدة 5 جرام، على على العموم بتبقى قريبة من بعضها. قطعتها كلها كده وهقرصها كلها زي ما حضرتك شايفة كده. وبعد كده هنعملها بقى بخطوة حلوة قوي. هبتدي ان انا افردها واحط جواها العجينة. المرحلة بتاعت التقريص دي مهمة قوي، وما بين كل مرحلة ومرحلة لازم يكون معاكي استرتش راب، اللي هو الاسترتش الغذائي، او اكياس من بتاعت التلاجة بتفتحيها، علشان العجين بتاعك ما يقشفش ويكون النتيجة بتاعته مش ظريفة خالص. تمام. ما تقوليش لا اغطي بفوطة او اغطي بملاية، لا مش هينفع. لازم تغطي بالكيس الاول وبعد كده غطي بالفوطة والملاية زي ما انت عايزة. بابتدي بقى ان انا امسك وكده افرد كده العجينه اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، بفرد القرصه. المرحله دي مهمه قوي، ان انت ما تفردي القرصه وتيجي تعمليها ما تلاقيش مكلتمه من جوه، بتبقى مفرغه وحلوه من جوه. حطيت العجوه بقى، وحجم العجوه بقى ممكن تحطي العجوه من 10 جرام ل 15 جرام. ممكن تحشيها جبنه، ممكن تحشيها مرتة جبنه قديمه، ممكن تحشيها لحمه مفرومه. براحتك بقى، الحشوه دي ليكي انت. عملتها كده وبقوم جايه مقفلاها كويس قوي، وعلى الرخامه بقى تقفلي ايديكي عليها، بتطلع بقى ناعمه وطريه. الحركه بتاعت اللي هي تدويره الايد على القرصه كده وعلى الرخامه بتطلع حلوه قوي. طبعا القرصه من ديت علشان تجيبيها من بره جيبيها ب5 جنيه، ومبتبقاش بالنظافه دي، يعني بتبقاش كده خالص. بنجيبها من الفران ب5 جنيه، مبتبقاش كده، ولا بتبقى الحجم ده. بتبقى حجمها صغير عن كده وناشفة شوية، وما بتبقاش معمولة زي ما احنا عاملينها باللبن الرايب والسمنة البلدي والزبدة، وحاجة نظيفة زي ما احنا عاملينها كده، حاجة ولادنا هياكلوها. فبألف هنا وشفا على قلبكم. حابة تعملي منها مشروع من البيت، مربحة والحمد لله. وربنا يا رب يرزقكم الخير الوفير، قولوا امين، اللهم امين يا رب. بصي بقى كده بتعمليها زي السرة وتقفليها كويس قوي. وبايديا بقى كده اهو، شوفي الحركة دي مهمة قوي. بنروح نجيب بقى الصاجات بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، وانا عندي كمية صواني دايما بشتغل فيها، مش بدهنها زيت الصينية ولا بدهنها اي حاجة. بقوم جاية راحة مسحاهم مسحة حلوة كده، طبعا بيبقوا مغسولين ومركونين. بمسحهم مسحة نظيفة، وابتدي ان انا احط فيهم القرصة زي ما حضرتك شايفة كده، واسيبها ترتاح. ما بين كل خطوة وخطوة ارتاحي وسيبيها ترتاح، كل ما ترتاح العجين كل ما يريحك معاه. جبت بقى الصينية وابتدي ان انا ارصها اهي. ولازم تسيبي فراغ. يعني ايه اسيب فراغ؟ لازم، عشان كده لسه هي كده اتحطت ولسه ما اتبططتش، احنا هنبططها بس لما ترتاح شوية. بصي بقى كده ابتديت ان انا ابططها اهو، على قد بقى المكان بقى. باخد بقى القرصة احطها في الحتة الفاضية، اقوم جاية ايه بكلوة ايدي كده، او بكف ايديا مش بصوابعي، واقوم جاية نازلة عليها تبطيطة كده، زي نص تبطيطة. كان في قرص زمان بيقولوا عليها نص تبطيطة، هي دي نص التبطيطة. بصي اهو، بايديكي بقى كده، وتقومي جاية نازلة على، بعمل بصوابعي على الحروف، لان طبعا ايه الكلوة ايديا مش جاية على الحرف. بصي اهو، عايزين السمك بتاعها نص سنتي، لا عايزينها تخينة ولا عايزينها رفيعة. تمام. هنقول مع بعض بقى الدقيق اللي انت عايزة تجيبي. الدقيق متعدد الاستخدامات، فكل ما تجيبي نوعية الدقيق حلوة كل ما يديكي نتيجة كويسة قوي معاكي. خلصت كده الكمية كلها، وعندي سكينة حرفها حامي او قطر او موس تخليه للمعجنات بتاعتك، وتبتدي ان انت تفتحيها. شايفة القرصة ما شاء الله قد ايه، ولسه هتكبر كمان في الفرن. فانت هتعملي كمية ما شاء الله كبيرة. انا بقولك لو جبتي الصغيرة بتاعت دي هتجيبها ب5 جنيه، موفرة جدا وحلوة جدا. ويا رب تنفذوها بنفس الخطوات، ان شاء الله تنجح معاكي من اول مرة. بعد ما خلصتها كده هروح بقى ده كانت اول صينية. ده ما انا بوريكي الرول بتعملي ازاي، بتلفيه لفة، واللفة دي حلوة بتديكي نتيجة حلوة قوي معاكي. هعمل بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، نفس الصواني، هيها بنفس الشكل كده. خلصت بقى الكمية كلها اهي، بسم الله ما شاء الله طالعة، اللهم بارك. وسبتها بقى كده ارتاحت، وقطعتها زي ما حضراتكم شايفين كده. اروح بقى اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية، درجة حرارة عالية، بحيث ان هو يسخن من فوق ومن تحت
لغاية كده ايه ما تبصي تلاقي الصهد طالع من الفرن. ما تدخليش المعجنات بتاعتك ابدا على نار هادية، هتصمل معاكي وتنشف معاكي. انا طبعا بسيبها، بوريكي ان انا سبتها تخمر. دي ايه تاني، سيبها ترتاح ودخلتها الفرن بقى. بتاخد معايا في الفرن قد ايه؟ ما بتكملش ربع ساعة، لانها بتاخد نار بقى. اول ما الفرن بيكون سخن بتدخلي بقى الصينية بتاعتك وبتلفيها في الفرن كل 3 دقايق لغاية ما تاخد لون جميل كده من تحت. طب لو ما خدت لون من تحت ومن فوق لسه بيضة، بقوم جاي حاطلها بقى بلاطة او صاجة قديمة وبرفعها عن بلاطة الفرن عشان تاخد لون جميل. ومعايا بخاخة فيها مية بسكر او مية بس لو انتي ما بتحبيش الحاجة مسكرة، وتبخي بقى طول ما هي في الفرن. واول ما تطلع من الفرن هتبقى معاكي طرية وتبقى معاكي حلوة وناجحة معاكي. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكون ضيفة خفيفة عليكم. ما تنسوش بقى اللايك، دعوة حلوة كده في الكومنتات. انزلوا تحت كده اكتبوا لي اي حاجة، اي حاجة. بحبكم جدا، اكتبوا لي بحبك يا نجلاء وانا كمان بحبكم. ربنا يا رب يريح قلوبكم جميعا. اعملها بقى كده، هلمها واسيبها تهدى شوية واحطها في اكياس في الفريزر. لازم القرص الطرية بتخزن في الفريزر، وتطلعي منها على قد حاجتك. طلعي 2 3 جنب كوباية شاي بلبن، جنب كوباية شاي بحليب. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. دمتم بخير وعلى خير في حفظ الله وأمانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.